أهلا بيكم في بودكاست نقطة تحول. معاكم إسلام السمان. النهاردة هنتكلم عن الصفات اللي لازم تتمسك بيها وقت الزنقة، اللحظة اللي الدنيا بتضيق فيها ومفيش حد حواليك يطبطب ولا حتى نفسك قادرة تواسيك. وقت الزنقة بيتكشف كل شيء، الناس بتبان والمواقف بتختبر، وانت بتشوف صورتك الحقيقية، مش الصورة اللي بتوريها للناس، لكن الصورة اللي بتشوفها وانت لوحدك في المراية. أول صفة محتاجها الهدوء، مش عشان تتظاهر إنك قوي، لكن لأن الهلع عمره ما أنقذ حد. كل حاجة بتحتاج منك بس تتنفس وتفكر قبل ما تتحرك. اللي بيغرق مش دايما اللي غلبه الموج، أحيانا اللي نسي يهدي ويعوم. الصفة التانية المرونة. الدنيا مش بتكسر اللي بينحني شوية، هي بتكسر اللي واقف جامد ومصر يفضل زي ما هو. لو اتكسرت خطة غيرها، لو قفلت في وشك باب خبط على التاني، بس ما توقفش. الصفة التالتة الإيمان بنفسك. مش الإيمان اللي بيتقال كشعارات، لكن الإيمان اللي يطلع منك وانت بتقول أنا عديت قبل كده وعدي تاني. وفي الآخر لازم تعرف إن الزنقة مش لعنتك، الزنقة مدرسة بتعلمك يعني إيه تصبر وتفشل وتتعلم وتقوم تاني، من غير لا هتسقف لك الناس ولا هيصفق لك القدر، بس هتبقى بني آدم محتلف. اللحظة اللي تقرر فيها تبطل تشكي وتبدأ تتحرك، هي دي لحظة نقطة التحول الحقيقية. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، شير وسبسكرايب في القناة إسلام السمان توكس، وفعل الجرس علشان توصلك الحلقات الجاية أول بأول. وقولي في التعليقات إيه أكتر صفة شايف إنك محتاج تتمسك بيها دلوقتي.